جوجز. اي بصفتنا النهارده دي مع ناقد او مع صحفي كبير جدا الاستاذ محمد حبوشه، فانت هتقومي بدور الناقده برضو نفس الحكايه. والله امال مين احسن ممثله في رايك من دول؟ انا عارف ان ده فيه شويه احراج، لكن انت دلوقتي ناقده، انت مش لا 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 احراج ليه؟ نيلي كريم ولا جمانة مراد ولا امل بشوشه؟ وهناخد راي حضرتك بعد كده ضروري. على فكره ولا عايز اقول روبي لك ولا حاجه، درة؟ عايز اقول لك كل واحده، يعني انت قلت 3 اسماء، ال3 نبغوا في ادوارهم. يعني نيلي كانت عظيمه نيلي كانت جدا مرعبة جدا في ذاتها، وجمانة كانت مرعبة، وجمانة كانت كويسه جدا جدا، وامل ما شفتهاش للاسف. لا هايله، لا امل تحفه للاسف ما هايلة. شفتهاش للاسف. هايله يعني. امل بشوشه، انا امل بشوشه انا بتابعها من بدايتها. يعني امل بشوشه عملت اروع ادوارها اول مره تمثل في ذاكره الجسد لاحلام مستغنم، صحيح. وعملتها باللغه العربيه الفصحى وكانت بديعه. ومسلسل صعب لانه مليان احاسيس، مسلسل صعب جدا. ثم بعد كده عملت جلسات نسائيه في سوريا، وعملت زمن البرغوث في سوريا، وعملت الولاده من الخاصره في سوريا. ولما جت مصر انا كنت بترقب بشكل وانا بتابعها مركز معاها. يعني لم تغلبها اللهجه المصريه، ربما ايدتها الى حد كبير، لكن دي ممثله عندها قدرات رائعه.